ربنا لما بيعوض بحاجة بتخليك تبص للوجع اللي فات وتقول الحمد لله. يمكن العوض يبقى راحة، يمكن يبقى طمأنينة ما كنتش عارف شكلها، ويمكن يبقى قوة تستغرب انك وصلت لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجع الصبر مش سهل ولا مرحلة ونعديها، ده وجع طويل بيقعد جوه القلب ويعلم فيه. وجع الصبر انك تستحمل وانت خلاص على اخرك، وانك تسكت وانت محتاج تصرخ، وانك تقول الحمد لله وانت قلبك بينزف. في صبر بيكون تقيل لدرجة انك تحس ان روحك هي اللي بتستحمل مش انت. وفي صبر بيخليك تنام وانت متكسر وتصحى برضه تكمل علشان مفيش اختيار تاني. وجع الصبر انك تسيب حاجات كنت فاكرها هتكمل، وتدفن احلام كنت شايفها جاية، وتودع ناس كانت امانك في الدنيا. بس ربنا ما بيخلقش وجع من غير جبر، ولا دمع من غير مقابل، ولا صبر صادق من غير عوض يليق بيه. لان ربنا سبحانه وتعالى بيشوف الوجع اللي ما اتحكاش عنه، وبيسمع الدعوة اللي طالعة من قلب مكسور، وبيحسب حتى الصبر مش بالكلام، بيحسبه بالوجع اللي كان مستخبي جوانا. الجبر مش دايما بيجي نفس الحاجة ولا نفس الشخص ولا نفس الطريق. الجبر بيجي أجمل وأنضج وأحن على قلوبنا من اللي راح. لأن ربنا لما بيعوض بحاجة تخليك تبص للوجع اللي فات وتقول الحمد لله، علشان وعد ربنا حق، وكل صبر وراه جبر، وكل وجع وراه رحمة من ربنا، وكل قلب اتكسر ربنا أدرى ازاي يخفف عنه وهو أدرى بيه. اصبر حتى لو الصبر وجع، حتى لو الليل طويل. ربنا ما بيكسرش خاطر حد اتعلق بيه بصدق. وخليك واثق ومتأكد ان في يوم جاي قريب هتحس ان اللي وجعك زمان كان الطريق لأجمل عوض ربنا شايلهولك. وقتها بس هتفهم ان الصبر ما كانش ضعف، ده كان امتحان تقيل بس ربنا اختارهولك انت. وهتفهم ان اللي وجعك ما كانش عقاب، كان تهيئة للي جاي، كان إعادة تشكيل لقلبك وروحك علشان يستقبل اللي جاي بقوة ووعي. وهتعرف ان ربنا سابك تتوجع مش علشان يكسرك، لكن علشان ما تتكسرش بعد كده، علشان لما يجي العوض تعرف قيمته وتتمسك بيه. لان من غير ميعاد ومن غير ما تطلب من ربنا هو هيكبر خاطرك. جبر هيخليك تسكت مش من الوجع، من الدهشة. جبر هيخليك تبكي مش علشان اتأخر عليك، لكن علشان جه في الوقت اللي خلاص كنت فيه راضي ومسلم بأمر الله. ساعتها هتفتكر ان كل اللي نمت فيه وانت متكسر، وكل دعوة خرجت وانت صوتك مخنوق، وهتقول من قلبك الحمد لله انك يا رب ما سبتنيش. ربنا هيعوضك بحاجة مش شبه اللي راحت، بالعكس هتكون اجمل واهدى، علشان العوض وقتها هيكون امان. امان بعد خوف، وسكينة بعد صراع، ونور بعد عتمة طويلة. وفي اللحظة دي هتحس ان كل اللي فات ما كانش ضياع، كان طريق صعب وطويل بس نهايته رحمة. اطمن لو الصبر وجعك، الجبر اللي هيجيلك هيطمنك وهيطيب قلبك. ولو قلبك اتكسر فربنا هو الوحيد سبحانه وتعالى اللي هيعرف يجبره من غير ما يسيب اي شرخ او اي اثر. وخدها مني نصيحة، مش كل اللي اتأخر اتحرم، ولا كل وجع انتهى بخسارة. بالعكس، في وجع بيطلع منه نور، وفي صبر بيطلع منه عمر جديد. واصبر علشان ربنا لما بيعوض بطريقة بتخليك تنسى ان انت اتوجعت في يوم من الايام. وفي اللحظة اللي هتحس فيها ان الصبر طول، افتكر ان ربنا ما بياخدش غير علشان يدي، وما بيقفلش باب غير لما يفتح باب اوسع لقلبك. وخليك فاكر ان كل وجع عديت بيه بيتكتب في ميزانك، وان كل دمعة نزلت منك ربنا شايفها ومحسوبة.
وكل صبر وجعك هيبقى يوم سبب جبر ليك، ويخليك تشكر ربنا وتشكر كمان الوجع قبل العوض. الكلام ده هيوصلك دلوقتي وانت تايه ومستني إشارة تطمنك. خدها إشارة من ربنا ومني ومن قناتي لمسة روح، علشان تفتكر ان انت مش لوحدك، وان الجبر جاي وان ربنا أحن من كل الوجع وأقرب من كل دمعة. استنى، مش علشان الألم هيطول، لكن علشان العوض هيجي في وقته ويلمس قلبك زي ما الوجع لمسه قبل كده. ودي كانت لمسة روح مني علشان أطمنك وتكمل، وانت واثق ان الصبر اللي جاي عمره ما هيضيع، وان ربنا فرجه قريب. كنت معاكم سحر علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.